سلام على أروع متتبعي الأعزاز والغاليين، وصفات أم ريان. مرحبا وألف مرحبا. بالنسبة لمحينشات معمرين أو لمسمنات معمرين كيجيو ولا أروع. المهم راهم شاكرين راسهم غير من الطريقة ديال التوراق، من الطريقة ديال الرطوبية، راه ما شاء الله. ممكن نتمنى أنهم يعجبوكم وينالوا الإعجاب ديالكم. الطريقة والمقادير غتشوفوهم دابا ان شاء الله باذن الله، فضلا وليس امرا. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وشي كومنتير يكون زوين بحالكم. يلا على بركه الله توكلنا على الله. اول حاجه غنديرها هو غنحك الخضره ديالي. هنا عندي تقريبا واحد 4 الخيزوات، وعندي واحد الفلفلات والقرعه وبصيله. هنا كنشد البصله هي كنشلضها، كنشد الفليفلات حتى هما كنشلضهم هكا، ضروري يكونوا رقاق. خيزو حكيتو، القرعه حكيتها، المهم هو كلشي باين قدامكم. المهم انا حكيت في الحكاكه الغليظه، ولكم نتوما الاختيار، ولكن بالنسبه للفلفل والبصله شلطتها رقيقه. هنا كندير كلشي في واحد المقله عندي. درت هنا، انا راه عندي كميه كثيره البنات، درت هنا واحد 2 معالق، يعني المجموع معلقه عامره كبيره ديال الخرقوم هرك. صافي هنا معلقه ديال البزار، وغندير الملح بحساب الذوق البنات. المهم انا راه كنخدم بالملح الحيه، كيف ما كتعرفوا الملح الحيه راها ما كتملحش، ولكن راها زوينه ومفيده للكوار. هنا عندي العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، واخا انا البنات غنديرهم بالكفته ديال لداد، ولكن انا بغيت نعطيهم ديك الطيبه ديال الحوت. متفقين؟ صافي هنا غندير الزيت، ومن بعد راني درت الكفته البنات، سمحوا لي غير ما بانتش في هذه اللقطه هذه. هنا شديت الشعريه الصينيه، شعريه صينيه، ودرت عليها راس ديال معلقه ديال العطريه ديال الحوت وشويه ديال الملحه، وتندير عليها المطيب. بالنسبه للناس اللي كتجيهم هذيك الشعريه الصينيه هكا تغرزت في مسمنات معمرين، الا بغيتو حاولوا تطلعوا فيها الغليه، راه ما كيوقع لها حتى شي حاجه. المهم انا مره كنديرها لها، ولكن فاش كنكون مزروبه كنكون مثلا غنخليها في الحشوه، يعني غتكون باينه. الا كانت غتكون باينه في مثلا في مسمنات معمرين اللي حاطاهم لكم قبل، هذيك تنقدر نطلع فيهم الغاليه. اما هادو ماشي مشكل، يعني غير الماء طايب، ولكن كنخليها حتى كتشرب ليا داك الماء طايب، ماشي نيشان كنصفيها. صافي هنا من بعد ما شربات الماء ورطابت، كنجيب المقص وكنقطعها. قطعتها قبل ملي كتكون باقا مجموعه، ونقطعها هنا ملي كنديرها في الصفايه، علاش؟ غير باش تجينا رقيقه ما تبقاش هكاك طويله. صافي متفقين؟ باش تعاوننا في العمار. هنا بالنسبه للخيز والفلفله والبصله والعطريه وديك الكفيته ديال لداد، كنخليهم هكا كيتشحروا لدرجه كيوليو يلصقوا في المقله. علاش؟ باش ما ديك مثلا ديك الخضيره ديك الخضيره ملي كتطلق الماء، الا ما نشفتوهاش مزيان راه غتقطع لكم الورقه ديالكم وما غتجيكمش النتيجه زوينه. المهم هادوك حيل حاولوا تحافظوا عليهم باش تجيكم الوصفه ناجحه 100% ان شاء الرحمن باذن الله. وراه ما كاينش البنات اللي جربوا الوصفات ديالي وما نجحوش ليهم. البنات اللي كيدخلوا عندي لقناه اليوتيوب عافاكم جاوبوني واش كينجحوا لكم الوصفات ديالي او لا. مع العلم انهم وصفات عاديين، ولكن كنحاول نبسط للناس هكا المبتدئات. انا كنهضر مع المبتدئات، اما الحرفيات راه ما شاء الله عليهم، الله ييسر لكل وحده ويسهل على كل وحده. شوفوا هنا كنبقى نشحر من بعد ما كنزيد ديك الشعريه الصينيه حتى كيدخل ليا حتى ينسجم الخليط مع بعضياته. صافي هنا من بعد البنات، هنا جبت تقريبا واحد 500 غرام ديال الفورص، وواحد شويه ديال الخميره، شويه ديال السنيده، وشويه ديال الملحه، وضويمه ديال الزعفران كنديرها بحال هكا في الماء، وبيها كنعجن المسمن. راه هاد الضويمه ديال الزعفران كتعطي واحد المذاق للعجينه، وفي نفس الوقت تعطيك واحد اللوين مذهب للعجينه. صافي هنا غنزيد الماء سخون. في الاول كان عندي غير الماء بارد، ودابا زدت فيه شويه ديال الماء سخون، وغنعجن الخليط ديالي كامل. المهم راه ما عنديش كيفاش ندير البنات باش نبقى شاده التليفون بيد ونعجن لكم بيد. المهم هادشي راه كله كنخدمو مباشره في اللايف في التيك توك، وكنصور انا كنخدم وانا كنصور لكم. المهم صافي هنا كنبقى كنخلط من بعد ما غنوصل يعني لدرجه انني خصني نشد البانيو الكبير وبعد باش نخدم. صافي هنا غادا نوقف لكم. صافي هنا من بعد ما عجنت العجينه كنكورها وتندهنها بالزيت، تنخليها ترتاح غير واحد شويه، ما تخليوهاش تخمر.
صيفي نهائية. شوفوا أنا بصراحة بقيت خدامة في اللايف ونسيت ما صورتش هاد الطريقة هادي، يعني بقيت كنشرح للبنات في اللايف ونسيت هاد الطريقة ما صورتهاش. كنشد العجينة ديالي كنورقها، شوفوا شحال رقيقة، راه الرخامة كتبان، نورقها مزيان. هادي علاش كتبان لكم مقطعة، لحقاش عاودتها، لحقاش حتى سديتها وانا نتفكر راني ما صورتش لكم وعاودت حليتها. صافي هنا كنلوي العجينة ديالي مزيان بحال هكا بهاد الطريقة هادي، صافي وكنحطها وكندورها على شكل محنشات. ها نتوما شوها، تنجي وتنزير واحد شويه، ما تزيروش بزاف، واحد شويه كتزيري وكدوري. من بعد كنشد داك الراس اللي بقى لي في الاخر وتنحاول هكا نخشي حدا الراس اللي كان الاول. صافي وهي واجده. وبالنسبه للزيتون لكم الاختيار، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. غير هي الله يرحم ليكم الوالدين كيف ما قلنا، العجينه ما خاصهاش تكون جاريه، عجينة المسمن، كلشي كيعرف عجينة المسمن. صافي هنا، ولكن ما تخليوهاش تخمر، خاصكم تورقوها قبل ما تخمر. الله يرحم ليكم لو مركزوا لي على هاد الحويجات اللي كنقول. العجينه ما تكونش جاريه. من بعد ما تلول بيهم ودهنيهم بالزيت نيشان تبداي تخدمي بيهم. علاش؟ باش سميتو باش العجينه ما تخمرش. العجينه خاصها تخمر حتى من بعد ما كدوريهم بحال هكا على شكل محينشات وتحطيهم في اللاطه عاده باش خاصهم يخمروا. هنا البنات عندي صفار ديال البيضه، كيف ما تقدروا ديروا بيضه كامله. المهم انا درت غير صفر بيضه حيت ما عنديش الكميه كثيره. راه الله يجعل البركه، هادشي اللي قسم الله. صافي هنا غنضيف على شويه ديال الخل، راه هو اللي كيحيد ديك الزفوره ديال البيض، وواحد شويه ديال لاصوص ديال الصوجا، اي لاصوص ديال الصوجا ماشي بالشرط واحد الشكل معين. صافي هنا غديروا، راه هاد لاصوص ديال الصوجا هو كيعطيكم واحد اللوين واعر، كيعطيكم واحد اللوين مذهب. كنعتذر سمحوا لي على الصوت، راكم عارفين الناس اللي ازماتيك كل نهار كيفاش كيصبحوا. المهم سمحوا لي بزاف. صافي هنايا كنبدا كندهنهم قبل ما يخمروا. الله يرحم ليكم الوالدين، ما تخليهمش حتى يخمروا عاد باش يدهنوهم، غير تكمليهم في التصاويب ودوري عليهم كاملين دهنيهم. ومن بعد في الغطاء غطي بواحد اللاطه من الفوق اولا شي حاجه اللي غتبقى هكا هازه لك على العجينه، وعاد من بعد غطيهم وخليهم يخمروا. صافي. المهم كندهنهم دابا كاملين كيف ما كتشوفوا معايا كندهنهم. من هادوك بالنسبة لهادوك السيجار ما ديوش عليهم هادوك، راه غير واحد المتتبعة في اللايف هكا قالت لي بغيت ندير سيجار وما عرفتش كيفاش نديرهم. كانت عندها هي الورقة ديال البسطيلة وكانت عندي انا العجينة ديال المسمن ووريتها كيفاش كدير ليهم، غير هكا للاستفادة باش نستافدوا كاع كاملين مجموعين. صافي. صافي هنا نتوما من بعد ما غنكملهم لكم الاختيار، زينوهم ملي غتكمليهم بالدهين ديال البيض، زينوهم كيف باش ما بغيتو، راه غير بحال ما هكا يعني ما كدهنوهم ما والو، راهم كيجيو زوينين وكيجيو واعرين. باش هيتكم فيهم يا البنات، البنات اللي جربوهم عطيونا رايكم كيفاش جاوكم من بعد ما جربتوهم، كي جاتكم النتيجه. كنتمنى ان البنات اللي جربوا هاد المحينشات كنتمنى انهم يجاوبوا في التعاليق كيفاش جاوكم. انا البنات الاغلبيه البنات اللي كتلقاوهم كاتبين في التعاليق تبارك الله ما شاء الله، هادو كلهم جربوا الوصفات. فهمتوني البنات؟ فالله ييسر لكم ويسهل عليكم. شكرا لكم على التعاليق، شكرا لكم على البصيمات، شكرا لكم على الاضافه اللي ضفتوا في الكونت ديالي، شكرا لكم على التفاعل. الله ييسر لكم ويسهل عليكم. المهم قلنا الاسرار ديال العجينه، وصلنا للاسرار ديال الطياب دابا ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لهاد المحينشات هادو غطيتهم كيف ما كتشوفوا هانتوما، درت لاطه فوق من لاطه وغطيتهم وخليتهم يخمروا. علاش؟ باش ما يخسرش ليا داك البيض ديالي. من بعد ما كيخليهم تقريبا واحد 10 دقائق كنطلع نشعل الفران على الاقل يشعل 10 دقائق قبل. علاش؟ باش الفران يسخن، كيبغيو باش ما يجيوناش هكا كارمين وقاصحين، يجيونا مقرمشين، الفران يكون سخون. هنا من بعد ما سخن ليا الفران لواحد الدرجه ما كتصوروش، والعافيه راه هي مجهده كيف ما كتشوف، العافيه مجهده كنديرهم من الفوق كيبقاو الفوق حتى كيتحمروا من الفوق ومن التحت. ها نتوما شوفوا كلشي قدام عينيكم وكلشي خدمته في اللايف مباشره. صافي هنايا من بعد ما دهب ليا اللون، شوفوا اللوين المذهب اللي كاين. صافي اختي دابا غنهبطهم لتحت، غير شوفوا راهم مذهبين ولكن ما مذهبينش كاملين، يعني خايدين واحد البقعات، انا بغيت نذهبهم ونوحد ليهم اللون. هذاك الشيء علاش هبطتهم لتحت. وفي هذه المرحله اللي كتهبطوهم لتحت ردوا البال، بقى واحد التليفون، شوفوا التليفون لتحت تحت من الفران، راه اللايف راه خدام. المهم ملي كنوض نصور هكا شي لقطه راه كنحط التليفون حتى كنسالي وعاد من بعد كنرجع عندهم.
المهم مرحبا بهم تا هما، وها نهاية الطبق، عطيونا رأيكم كيفاش جاوكم. المهم أنا راه كنعرف نطيب، عندي مع المذاق، عندي ما شكل، كتجيبوا لي حتى للديكور وكتقتلوني راني ما عنديش مع الديكور، أنا عندي اختي مع طيب وغلّق، صافي طيبتهم، عمّر لي براد ديال اتاي ونحطهم ناكلهم، وبصحة فطوركم، ورمضان كريم على أروع وأحلى متتبعين، وشكرًا الناس اللي علاو مقامي، الله يعلي مقامكم، والله يحلي كلامكم. والله يبعد عليكم شر عديانكم كيف ما كنقولها دائما، إلا بعد عليكم غير شر الخلق راه الأمور بخير. بسلامة عليكم، نتلاقاو في فيديو مقبل إن شاء الله بإذن الله.